ثم تطور بهم الأمر إلى أن أباح كثير منهم اللواطة بالذكور وبالذات المردان. قال: كنا أحد الأيام في الحوزة، فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي كذب، وهو كذاب كبير كذوب شيطان، الذي كذب في كتاب له سماه بالمراجعات على شيخ الأزهر الأسبق الشيخ سليم البشري، أنه ناظره وراجعه حتى سلم البشري في النهاية بصحة مذهب الإمامية. فلما وصل هذا المتعوس إلى الحوزة ليلتقي بسماحة الإمام الكاشف الغطاء، وكان شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم، خاصة بعد أن صدر له بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد. لما وصل النجف زار الحوزة، فكان الاحتفاء به عظيما من قبل الكادر الحوزي علماء وطلابه. وفي جلسة له في مكتب السيد الكاشف الغطاء ضمت عددا من السادة وبعضا من طلاب الحوزة. قال: وكنت أحد الحاضرين. في أثناء الجلسة دخل شاب في عنفوان شبابه فسلم، فرد الحاضرون السلام، فقال لآل الغطاء: عندي سؤال. فقال: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين. فأحاله إلى ضيفه شرف الدين تقديرا وإكراما. فقال السائل: أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه، وأنا ما زلت عزبا غير متزوج، وأريد امرأة تعينني هناك. لم يفصح عن قصده أول الأمر. فقال له شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك. فقال الرجل: صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك. فعرف قصده فقال: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟ قال الرجل: نعم. قال له شرف الدين: هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام، كذا قال. فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟ قال: أبحث عن مسلمة مقيمة هناك، عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى، بشرط أن تكون مسلمة. فقال: بحثت كثيرا فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي، حتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامي خيار، إما الزنا وإما الزواج، وكلاهما متعذر علي. أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى، وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر، وهذا سفر طويل كما تعلم. فسكت السيد شرف الدين. والله هذا وصمة للدين. ثم قال: إن وضعك هذا محرج فعلا. على أي حال، أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق إذ جاءه رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه، الذي كان ناقصا أن يقول وهو البلد الذي يقال له لندن، بحيث إنه يعاني مثل ما تعاني أنت. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انظر إلى الجرأة على الكذب. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر. هذا جواب سؤالك، هذا دين. ويريدون أن يكون هؤلاء بين أهل السنة. أهل السنة مساكين. احذروا، فإن الأمر جد لا هوادة فيه. واتقوا الله رب العالمين في دينكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، والله يتولاكم ويرعاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.